الجماعه اللي قالوا لي عطينا الدليل بلي راه من الممكن نخلصوا الضريبه على الفلوس اللي سلفناهم شي واحد بدون جيستيفيكاتيف، ماشي مشكل. اليوم جبت لكم الدليل اللي يطمئن قلبكم وباش تعرفوا بلي ما كنهضرش من فراغ، حيت كاين البعض كيكون كيجلب شي حاجه وبلاص ما يمشي يبحث في المعلومه اللي عطيته كاين كيبقى كيتفلسف في التعليقات وكيدي معاه العديد في الغلط. المهم الا بغيتوا الدليل الاول فغادي تلقاوه هنايا، يكفي انكم تكتبوا اغيتي ديال 23 سبتمبر 2020 وتقراوه وغادي تلقاو فيه داكشي اللي قلت لكم حرفيا. ثاني حاجه كاين شي حاجه سميتها فورميلير النيميرو ديالو 2062 ديال اداره الضرائب واللي غادي تلقاوه في الموقع الرسمي ديالهم. هذا الفورميلير سميتو ديكلاراسيون دو كونطرا دو بري. دونك الا ما كاينش هذه القضيه ديال الديكلاراسيون علاش دايرته اداره الضرائب، وكتقول لك خاصو يتعمر فورسيمون من طرف اللي سلف الفلوس ولا اللي تسلفهم باش هكا يكون مريقل معنا. دونك يلا جاوبوني. الحاجه الوحيده اللي ما وضحتهاش كثر في الفيديو الاول وهي المبلغ، وهي اللي غادي نتكلم عليها دركا. فبالنسبه للناس اللي ما عندهاش دي زاد من طرف الدوله فالمبلغ كان من قبل 760 اورو ولكن حاليا رجع 5000 اورو، يعني اي مبلغ كيساوي او كيفوق 5000 اورو وإلا سلفتو فانت مجبر انك تديكلاري لاداره الضرائب اون رومبليسون كيما قلت الفورميلير الرقم ديالو 2062. اما بالنسبه للناس اللي كيتوجهوا ولا زاد من الدوله فهاد الفئه كتكون العين محطوطه عليها اكثر، لهذا انا كنصحهم حتى الا مثلا سلفوا ولا تسلفوا مبلغ قل من 5000 اورو فيغارديو دي جوستيفيكاتيف ودي تراس معاهم كما قلت في الفيديو الاول، ولا يكتبوا ريكونيسونس دي ديت باش هكا يحميو راسهم بحيث الا كان شي كونترول فيسكال، ساشون كو هاد الفئه كيكونوا لي كونترول فيسكو عليهم سوفون. والدليل الاخر اللي غادي ننهي به الفيديو هو التعليقات اللي كانوا على الفيديو الاول ديال الناس اللي تكلمت فيهم ضربه للاسف. دونك غادي نخليكم تقراوهم وبهذا الشيء غادي ننهي الفيديو وغير ما بغيتو تقتنعوا. تحياتي.